هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا مش محتاجه اتكلم. الجمال تعالوا نعمله مع بعض بطريقه حلوه جدا. هتعملي سرفيس محاشي. بصي يبهرك قدام كل الناس. ينفع معاكي حلو جدا للعزومات بصي مناسبه لما موسم معروف عندنا ان احنا بنعمل محشي. فيلا بينا نعمل مع بعض. طريقته حلوه جدا، هيطلع معاكي ناجح، والرز مفلفل ومبهر وبتسبيكه مميزه قوي. هنعمل مع بعض المحاشي دي كلها بطريقه حلوه وسهله جدا. يلا بينا نبتدي بقى نعمله مع بعض خطوه بخطوه. شايفين يا جماعه ورق العنب؟ شايفين الجمال؟ اصبروا كده لفه على الناحيه التانية. رهيب. مش محتاجه ان انا اتكلم اساسا. يلا بينا نعمله بطريقه حلوه وسهله جدا. يلا بينا. اول حاجه بقى دلوقتي انا هعملها معاكم ايه؟ الشوربه بتاعه المحشي. عشان عقبال ما المحشي تكون الشوربه بتاعتي جهزت ان انا اسقيها بيه. هعمل له كده شوربه محترمه ببطايه كانت عندي في الفريزر. طيب الراعي الرسمي اساسا للمحشي عندنا البط. اي موسم اي مناسبه تلاقي مامتك جايبالك حله المحشي والبط معاها. فانا كان عندي البطايه انا كمان في الفريزر، قلت بس انا هعمل شويه محشي عليها من اللي قلبك يحبه. عملت البطايه ايه؟ دعكتها ببصلايه كبيره بملح وفلفل وبهارات ورق لورا وحبهان. ده بعد ما نقعتها في محلول الزفاره شويه بس، ودعكتها شويه وسبتها كده في التتبيله. وانا بقى مسخنه الميه على النار، هبتدي ان انا احطها في الميه تستوي عشان تعمل لي كده شوربه محترمه تمام نسقي بيها المحشي بتاعنا. يلا بقى نعمل مع بعض تاني حاجه. تعالوا بقى نعمل مع بعض تاني حاجة كده، وهي خلطة المحشي. يا جماعة مفيش حاجة بتظبط المحشي غير الخلطة بتاعة المحشي. لازم أنا اعملها حلوة قوي عشان طعم المحشي يطلع كده معايا مسكر وجميل. طب انا عندي ايه؟ عندي 4 بصلات كبار. شايفين كمية البصل؟ هي اصلا خلطة المحشي ايه يا جماعة غير بصل وصلصة؟ فلازما اللي بيسكر المحشي بتاعي وبيخلي طعمه حلو هو البصل. لازما كمية البصل بتاعتي تكون حلوة. يبقى انا عندي 4 بصلات كبار. وعندي ديت الخضره بتاعتي بتاعت المحشي. ايه بقى الخضره دي؟ انا حاطه 2 شبت وواحده كزبره. ربطتين شبت واحده كزبره. الشبت هو اصلا روح المحشي. فانا حاطه 2 شبت وواحده كزبره. ودول 3 كوبايات ونص كده رز غسلاهم، يعني قولي كيلو الا ربع. وعندي طماطم معصوره ومعلقه كبيره صلصه. والبهارات ايه بقى اللي عندي؟ فلفل اسود وقلبين مرق الدجاج وشويه سكر. وكيس من ال11 بهار. ما بحطش على المحشي اي بهارات عشان مش عايزه طعم الفليفر، لا انا عايزه طعم تسكيره المحشي دي اللي تبان. انا مش عايزه يبقى طعمه بهارات. فحاطه كيس واحد من ال11 بهارات بس. طب يلا بقى بينا نعمله مع بعض كده على النار. بس اول حاجه، شايفين كميه البصل دي؟ انا هقسمها ل3. يعني هاخد الاول التلت الاولاني وهوريكم اعمل ايه، هعمل ايه في الباقي. يبقى انا هاخد التلت الاول من كميه البصل اللي معايا ديت. جبت بقى الحله بتاعتي كده على النار، وحطيت فيها شويه زيت، وحطيت تلت كميه البصل بس زي ما قلت لكم. هستنى بقى البصله دي بتاعتي كده تدبل وتاخد لون بسيط. شايفين يا جماعه؟ خلاص اهو ادي البصل بتاعي اصفر. انا مش عايزاه ياخد لون اكتر من كده، عايزه ان هو يدبل ويصفر بس. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ انزل بعصير الطماطم كده بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بمعلقتين الصلصه بتوعي الكبار، وهنزل بالبهارات بتاعتي وسنه السكر. السكر بيفرق قوي في اي تسبيكه يا جماعه، بيديها طعم كده سكران رهيب. وهبتدي ان انا ايه؟ هقلبهم كده كويس جدا. وحطيت بقى ايه؟ الملح بتاعي كده، ظبطت الملح بتاعي فيها. انا هستنى انها تغلي كده. شايفين يا جماعه؟ هي ابتدت تغلي. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بالتلت التاني من كميه البصل. انا نزلت بتلت كميه البصل التانية. صدقوني يا جماعه ترتيب خطوات ان انا انزل البصل بالطريقه ديت بيفرق جدا جدا في طعم التسبيكه بتاعتي وبيخليها انها مسكره. يبقى انا كده ما عنديش غير تلت واحد بس من كميه البصل بتاعتي. هعمل ايه؟ هدعكه بملح وفلفل واركنه على جنب خالص. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هغطي على الصلصه بتاعتي لحد ما تتسبك تماما. اما تتسبك خالص نرجع نكمل التسبيكه مع بعض. تعالوا بقى عقبال ما الصلصه بتاعتي تتسبك على النار. انا جايبه ربع كيلو ورق عنب كده ورصاه زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ اسلقه. انا حاطه ايه على النار؟ حله حاطه فيها شويه ملح وشويه زيت. اول ما الحله تبتدي تغلي هبتدي ان انا انزل فيها ورق العنب بتاعي. شايفين يا جماعه؟ اديني اهو نزلت الورق العنب في الميه بتاعتي. هعمل ايه؟ هسيبه كده بتاع 3 دقايق ولا حاجه، دقيقه واحده. 3 دقايق ايه؟ 3 دقايق ده كتير جدا. لحد اما احس ان لون الورق العنب بتاعي، شايفين بتبتدي ان هو لونه يغير. هشيله بقى، هرفعه من على النار.
طلعت الورق العنب اهو من النار زي ما قلت لكم، نقعته شويه كده في شويه ميه كده ساقعين، بحيث لو في اي وساخه او حاجه ينزلها. وهشيله منها، هشيله واصفيه بقى منها لحد اما التسبيكه بتاعتي تتعمل. شايفين يا جماعه؟ خلاص مش عايزه الصلصه بتاعتي تتسبك اكتر من كده، سبكت ولونها طالع حلو جدا. هبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي ان انا اضيف الرز بتاعي. ضفت كميه الرز بتاعتي، وهعمل ايه دلوقتي؟ هضيف برضو البصلايه اللي انا قلت لكم انا ركنتها على جنب، بقيه البصل دعكتها بملح وفلفل، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس في الصلصه. وعملت ايه؟ قلبتها، وانا بقلبها كده شوحت كده تشويحتين لحد ما ايه شرب كده الصلصه بتاعتي. هبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ هضيف الخضره، كميه الخضره. وانا اصلا بضيفها يا جماعه هطفي النار، انا مش عايزه اعرض الخضره للايه للنار، وهقلب بسرعه. خلاص يا جماعه الخلطه بتاعتي اهي انا شلتها من على النار. شايفين يا جماعه لونها؟ صلصتها مظبوطه وخضرتها مظبوطه، وانا بقلبها كده مع بعض. دقت الملح بتاعها وظبطته. هسيبها بقى تهدى خالص وانقلها كده في حاجه غير الحله ونبتدي نحشي مع بعض. زي ما قلت لكم بقى دلوقتي انا عملت ايه، فضيت الخلطه بتاعه المحشي بتاعتي زي ما قلت لكم في طبق، وجبت الحله دي فيها ايه؟ فيها تقوير الكوسه، والكوسه اللي انا عاملاها، يعني تقوير الكوسه الحشو اللي جوه دوت انا ما برموهوش، بحطه من تحت ارضيه كده عشان الحاجه ما ايه ما تلسعش مني. وعندي بقى هنا اول حاجه نحشي ايه مع بعض، عندي بقى بتنجان وفلفل وكوسه انا مقوراهم اساسا. هبتدي ان انا اعمل ايه قبل ما احشي دوت؟ ملح بفلفل اسود. هبتدي ان انا اعص صباعي ملح كده، وحدق الكوسايه بتاعتي من جوه عشان يبقى الملح بتاعها مظبوط بس. وابتدي ان انا احشيها كده. هعمل ايه؟ انا هضغط على الرز، مش هسيبها مهويه، يعني انا هضغط على الرز كده بصباعي، زي ما بيقولوا بمعنى اصح دكيه جامد، بيقولوا كده، كانت مامتي بتقول كده. إيه، هضغط عليه كده جامد، بس ايه مش هوصله للاخر، يعني ايه هسيب الطرف كده من فوق ايه مش محشي. شايفين؟ بالظبط كده. اديني رصيت اول واحده، وهجيب بقى بتنجانيه زي ما قلت لكم برده، هعوص صباعي كده بالملح والفلفل، وهبتدي ان انا احشي الايه البتنجان كده زي ما قلت لك برده بنفس الطريقه. هضغط على الرز يدخل جوه، مش عايزه الرز بتاعي مهوي عشان ما يبقاش معجن، لا انا عايزاه مفلفل، فايه هضغط عليه كده جامد بايديا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. وشايفين سايباها من جوه اهو ايه مش محشيه للاخر. بس عندي بقى كميه المحشي كلها، هبتدي ان انا احشيها وارجع لكم بعد ما تتحشي. شايفين يا جماعه اهو انا حشيت كميه المحشي بتاعتي كلها. زي ما قلت لكم هتضغطي على الرز قوي لتحت، مش هتسيبيها مهويه، وفي نفس الوقت برده مش هتضغطي قوي يعني ان مفيش منفس تخلي البتنجان ولا الكوسه بتوعي يفرقعوا، لا هنضغط في الوسط. انا خلصت اهو كميه الكوسه والفلفل والبتنجان بتوعي. يلا بقى مع بعض نحشي ورق العنب. يلا بينا نعمل مع بعض ورق العنب. انا عملت ايه في الحله بتاعت ورق العنب؟ حطيت كده ورقتين من تحت عشان الورق العنب ما يلزقش معايا، وقطعت بقى كده ايه حلقات بصل، حلقات طماطم، حلقات ليمون، بتدي ريحه اصلا كده رهيبه لورق العنب بتاعي. يلا بينا نبتدي نعمله مع بعض. عندي الورق العنب بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. جبت اهو الورقايه بتاعتي زي ما قلت لكم، وهبتدي ان انا احط الرز كده واوزعه كده زي ما انتم شايفين، وهاتني من الناحيه دي، وهاتني من الناحيه دي، وهاتني من قدام. وهبتدي ان انا اعمل ايه بقى؟ شايفين انا صباعي فين وايدي فين؟ هبرم بايد واضغط على الورق العنب بتاعي بالصباع التاني عشان الورق المحشيه بتاعتي ما تطلعش انها مهويه ومعجنه معايا. شايفين يا جماعه؟ شايفين يا جماعه؟ متماسك جدا. وبصوا انا بصراحه ضد ان المحشي يبقى الصباع تخين. ليه؟ عمتي كده ربنا يديها الصحه، هي الاستاذه محشي، يعني هي اللي معلمانا نلف المحشي كده. انا كان الاول عندي عقده منه وما بحبش ان انا احشي المحشي ولا كده، فهي بصراحه اللي جرأتني ان انا اعمله. فادعوا لها بقى كده ايه ربنا يشفيها يعني وتقوم تعمله لنا تاني. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ هرص كده في الصينيه في الحله بتاعتي زي ما انتم شايفين الورق العنب. وعشان بقى ما يبقاش وقت الفيديو طويل، انا هبتدي ان انا اخلص حشو الورق العنب بتاعي كله وارجع لكم تاني. بس في النص يعني انا مثلا حشيت نص الكميه، هبتدي ان انا اعمل ايه؟ اقطع برده طماطم طرنشات وليمون وبصل واحشي الكميه كمان فوقيها. هخلص كده حله الورق بقى معايا ربنا، هي يعني بتاخد وقت شويه، انتوا عارفين طبعا ورق العنب غير الكرنب خالص. هبتدي ان انا احشي الكميه كلها وارجع لكم تاني. شايفين يا جماعه ورق العنب اهو انا حشيته كله. شايفين الحله ما فيهاش رزايه،
دي شطارتك عشان لما تيجي تقلبيه كده ما يبقاش مليان رز كده وشكله مش حلو. هبتدي بقى ان انا احط بقيه البصل بتاعي اللي زي ما قلت لكم طرنشات كده، بيخلي بيدي ريحه كده الورق العنب بتاعي رهيبه. هبتدي ان انا احطهم كلهم اهو. طماطم كمان، والليمون بقى طبعا عارفين الورق العنب بالمزازه كلها. بس كده. هبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي، انا هحط عليه قرنين فلفل كده حراق يستووا عليه، عشان بحب بصراحه الفلفل اللي على وش ورق العنب كده. انا عامله بقى ايه دلوقتي، انا بسخن الشوربه بتاعتي عشان نسقي المحشي بتاعنا سوا. عندي بقى خلاص الشوربه بتاعتي ابتدت انها سخنت وغليت جميله اهي. ابتدي ان انا بقى ادلق كده الشوربه بتاعتي يا جماعه، انا محدقاها ظابطه الملح بتاعها والمرقه كمان. بصوا بقى هبتدي ان انا بعمل كده. انا هسقي الورق العنب بتاعي ايه لحد يعني اخر سطر ده يا جماعه، الشوربه ما تطولهوش. بيتهيألي محتاج كبشه كمان بسيطه. بسم الله. بس مش اكتر من كده. هبتدي بقى انا اعمل ايه دلوقتي، هغطيه. انا خلاص زي ما قلت لكم بسيب اخر سطر بس الشوربه ما تطلوش. الفلفل ما تخافوش هيستوي على الدخان بتاعه اصلا كده كده. هغطي بقى عليه واما اسمعه ان هو يغلي 3 غلوات كده ولا حاجه، وهدي بقى عليه النار واسيبه مثلا كده بتاع ساعه الا ربع نص ساعه يستوي على راحته خالص. تعالوا بقى نسقي البتنجان والفلفل كمان. بقى البتنجان والفلفل بتوعي كمان هبتدي ان انا اسقي الشوربه لحد اما ايه تطول نصهم بس مش كلهم، لحد كده ايه ما تطول نص البتنجان والكوسه بتوعي. بسم الله. خلاص كده شايفين كميه الشوربه بتاعتي كده مظبوطه. هعمل برضو ايه، هعلي عليه النار يغلي برضو كده شويه، اسيبه بتاع 5 دقايق على النار يغلي، وهدي برضو عليه النار خالص برضو بتاع ساعه الا ربع. مش هفتح عليهم غير بعد ساعه الا ربع او نص ساعه، ساعه الا تلت شويه كده حلوين، اشوفهم بقى استووا ولا لا. فين يا جماعه ابتدى ان هو يغلي اهو. هغطي بقى عليه اسيبه كده يغلي شويه بتاع 3 دقايق ولا حاجه، ريحته هتطلع معاكي تروحي بقى مهديه النار خالص وسايباه يستوي على نار هاديه. والبتنجان نفس الكلام اهو. ههدي برضو هسيبه برضو على نار عاليه كده يغلي 3 4 دقايق كده، وهشم برضو ريحه المحشي بتاعي وهدي عليه. خلاص يا جماعه شايفين اهو استوى وبقى حلو جدا. انا هطفي بقى عليه ونغرفه مع بعض يلا. وادي ورق العنب كمان بتاعي استوى زي ما قلت لكم، هو بياخد ساعه ساعه الا ربع في التوقيت ده يعني. انا هطفي بقى عليهم ويلا نقدمهم بطريقه حلوه قوي. ادين يا جماعه اهو غرفته وقدمته. شايفين يا جماعه المنظر رهيب. صينيه العزومات، صينيه الموسم، صينيه المناسبات. عملت معاكم المحشي بطريقه بسيطه وسهله جدا، جربيها يعجبك قوي قوي. شايفين الورق العنب، هستناكي تجربيه وتقولي لي رايك فيه ايه. ولو انت اول مره تتفرجي على الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.